الطلعات والإثارة والتنافس. يوسف صحيح، مباريات ممتازة، شاهدنا شوط ممتاز. إشبيلية ضغط منذ البداية، عرف كيف يستغل الضعف كما قلت دفاع فريق مانشستر، ضغط على ماغواير، خطأ متكررة من لاعب ماغواير مرة أخرى، لكن فاش قد تقدم مستحق لفريق إشبيلية. شوف هنا الضغط عمل من أوكامبوس ومن لاميلا ومن لاعب نصير، 3 لاعبين. والنصيري كالعادة، النصيري ما شاء الله عليه متألق بشكل كبير في المباراة الأخيرة. وعلى فكرة في اللحظة عندما نراجعها هاري ماغواير هو من طلب الكرة من دخية. هنا ننظر إلى طلب الكرة، ودائما دخية، حتى هو دخية هو يتحمل المسؤولية. يتحمل المسؤولية؟ نعم يتحمل المسؤولية. ليش؟ لا يعرف ماغواير إمكانياته. لا يعرف، صدقني هو اللي يعرف. من يعرف امكانياته متواضعه، ما يعطيش الكره، يشتت الكره. وبعدين طلب الكره من ماغواير خطا، لانه ما عندوش امكانيه انه يستلم ويلعب الكره ويبني هجمه من الخلف. شوف هنا كيف الضغط، وكما قلت النصيري يسجل هدف يعطي التقدم. النصيري كان ممتاز. نعم. كل الكرات الهوائيه فاز فيها فعلا، كان علامه فارقه. اتمنى ان شاء الله انه يسجل هدف اخر. واخوي عبد العزيز راه يخسر رهان. لا خلاص خاسر رهان مع قبل بدايه المباراه، بان هناك هدف الغي بداعي التسلل. عبد العزيز، الغاء صحيح؟ صحيح، ولكن نتحدث عن ربما أسوأ الأشواط بالنسبة لليونايتد هذا الموسم. هذا الشوط يذكرني بشوط الأول أمام برنتفورد في مباراة الذهاب الذي خسر بالشوط الأول 4-0. سوء في عملية بناء اللعب، سوء في التمرير، سوء في الانتشار، سوء في التنظيم. كل هذه الأمور اجتمعت في الشوط الأول شاهدناها. كان الإلغاء صحيح، ولكن هدف جميل بالنسبة لكامبوس، ولكن الإلغاء صحيح. يعني أنا اللي عجبني في مدرب إشبيلية بأن بعد إصابة ماركاو لم يتراجع، قام بإرجاع راكيتيتش إلى وسط الملعب، إرجاع جودلي كلاعب خط دفاع، ثم ادخال سوسو لزياده الضغط، لانه عبد العزيز الدقائق العشر الاخيره وحت لنا بان اشبيليه هو من يحتاج الهدف وليس مانشستر يونايتد بالضغط هذا. من الواضح ان منذ بدايه المباراه مانشستر لم يدخل في جو المباراه. دائما هذه الاجواء قد تسبب، هل الجمهور له دور؟ بكل تاكيد تسبب هذا الارتباك. اللاعبين وتطبيق اسلوب بناء اللعب والاستحواذ مع خصم يضغط صعب جدا بتواجد دخية وماغواير تحديدا. ان هذان اللاعبان في عمليه البناء، يعني ربما كانت هناك انتقادات كثيره على دخية في عمليه بناء اللعب وانه الحارس الغير مناسب في عمليه بناء اللعب. لذلك انا اتفق مع يوسف، كان على دخية ابعاد الكره. تعلم بان هناك ضغط موجود، اجواء جماهيريه، ضغط. والنقطه التي ذكرها بانه يعرف امكانيات هاري ماغواير، ولكن هو يريد تطبيق اسلوب المدرب. ولكن هو غير معقول بان تطبق اسلوب المدرب منذ اول 10 دقائق مع كمية الضغط شاهدناها. ماغواير كان عليه 3 لاعبين مضغوطين، هذه بالك من هناك ضغط كبير في التعامل مع مثل هذه الحالات بكرة طويلة. وما ضغطوا اللاعبين الا وهم متفقين لانهم عارفين ايضا امكانياته. متفقين على ماغواير. هو كان هناك في استهداف، كان في هناك استهداف، ولكن عملية بناء اللعب. ولكن انت تتحدث عن جميع اللاعبين في هذه المباراة. شوط في كثير من التمريرات الخاطئة موجودة، حتى الهدف الذي ألغي كانت هناك تمريرة خاطئة من كازيميرو. عملية التمركز ووقوف اللاعبين ايضا غير جيدة بما فيه الكفاية. لذلك اليونايتد لعب اقل اشواطه هذا الموسم، ولكي يتحسن يجب ان يعيد المبادئ التي حصلت له منذ المباريات الماضية، ان يكون شرس على الكرة، ان يكون منتشر، أن يمرر ويلعب ببساطة، أن تكون هناك تحركات كثيرة من غير كرة. بهذه المجموعة من اللاعبين انتصر على فرق كبيرة، وهو قادر على أن يغير ما قدمه الشوط الأول. ربما إدخال راشفورد، إذا استمر ماغواير بهذا الارتباك، إدخال لوك شو كقلب دفاع، لأنه لا توجد هناك قلوب دفاع، لذلك كان الأمر صعب. شوف كيف الضغط. لو نشوف اللقطة مرة ثانية راح تنعاد لك اللقطة بجميع الزوايا. لأنه أنا ليش حملت أكثر دخية؟ لأنه دخية وين يشوف كل اللاعبين قدامه كلهم، يشوف لاعبين كيف يعني جايين أنهم ضاغطين، 3 لاعبين ضاغطين على ماغواير، المفروض يشتت. ماغواير صحيح يتحمل المسؤولية، لكن حتى دخية يتحمل المسؤولية. مرة أخرى نصيري كما قلت، نصيري ما شاء الله كما قلت في المباريات الأخيرة أصبح ممتاز، وأصبح حاسم كل مباريات إشبيلية، كل الكرات الهوائية صحيح كلها اللي نصير. يعني تشوف الركنيات العرضيات. الشيء الجيد أن يلعب لاميلا في الجهة اليمنى ويلعب أوكامبوس، كلهم يلعبوا كرات هوائيه، حتى الكرات الثابته كلهم من بس على فكره اوكامبوس تحدثنا عنه قبل بدايه المباراه، اليوم هو من نجوم هذا اللقاء. اكيد انا قلت لك اوكامبوس تحسن كثيرا، تحسن منذ عودته الى اشبيليه، اصبح لاعب يؤدي بشكل صحيح. مباراتين لم يؤدي بشكل، لكن اليوم اصبح المباراه الاخيره عنده 3 مباريات اصبح
يقدم مستويات جيده، بالاضافه كما قلت الى لاميلا، بالاضافه كمان وسط الملعب اليوم ممتاز. صحيح، الوسط ادار ممتاز اليوم فريق اشبيليه، لانه مسيطر على الوضع، مسيطر على المباراه، مسيطر على الكره، ثنائيات كلهم فاز بهم، شراسه وانتشار في الوسط، لا ينتظرون الكره ان تقطع في منطقه الجزاء. الشيء الاخر عبد الله لانه اللي يعجبني اكثر في اشبيليه هي الزياده العدديه، اكونيا يصعد ونافاس يصعد في الجانب، يعطي اكثر هجوم، يعطي اكثر حلول. كثافه خصوصا في الجانب الهجومي، يدخل لاميلا ويدخل كذلك اوكامبوس، يصبح عنده 3-4 لاعبين في المنطقه، دائما عندما يهاجم بكثافه عدديه كبيره. تالق كذلك اللاعب بونو وحارس بونو اليوم، اللي دائما كما قلت اللاعبين صراحه نفتخر بهم الاثنين، بونو ونصيري على ما يقدمه مع فريق الزياده على دائما الوفاء لهؤلاء اللاعبين، انهم دائما رفضوا عروض كثيره من انديه كبيره في انجلترا، في المانيا. بايرن كان يريد تعاقد في فتره الانتقال تشيلسي مع بونو، صحيح. لكن ولاؤه وكذلك حبه لنادي اشبيليه وعدم تركه لاشبيليه في ظروف صعبه هذا الموسم على مستوى الدوري. صحيح. هذا يحسب للاعبين، لانه تفكيرهم ليس فقط في المال ولكن في الوفاء لهذه الجماهير اللي حضرت اليوم، كذلك ولشعار النادي فعلا لهذه الجماهير التي ستخفي اشياء الكثير في الشوط الثاني. الان عبد العزيز الوضع اصبح حرج جدا لمانشستر. نعلم بان راشفورد ليس جاهز 100%، ولا كان شارك اساسي، يغامر الان، يدخل في هذه المغامره إيريك تين هاغ؟ هو سيدخل بكل تاكيد، ده موجود على الدكه سيدخل، لكن علاوه على سوء التمريرات وسوء الانتشار دائما احدد كيفيه تقييم اللاعبين من خلال المواقف الفرديه، سواء كانت معك الكره او لم تكن معك الكره. المواقف الفرديه ما بين لاعب الفوز بالصراعات الثانيه غير موجود بالنسبه لليونايتد، حتى التمريرات الخاطئه الكثيره تبين بان الحاله لدى اللاعبين غير جيده. ربما عدد المباريات الكثيره الذي لعب بالنسبه لليونايتد اثر، الاصابات الكثيره الموجوده اثرت، ولكن السبب الابرز في السوء الشوط الاول هو غياب برونو تتحدث عن اهم لاعب. راشفورد يحمي مكان سانشو بكل تاكيد. اكيد سانشو كان اسوء لاعب موجود. لوك شو ودع ماغواير هذه اللقطات. اعتقد بان دييغو دالوت لانه يحتاج لوك شو كلاعب مساند اكثر. يعني هذه تبديلات منطقيه بالنسبه لتين هاغ، لكن الاهم بان تلعب وتفوز بالصراعات الثنائيه من بدايه الشوط. اذا اردت ان تتغلب وتنتصر تلعب الصراعات الثنائيه، لكن غياب برونو اثر على